في سنة 2001 اتعرض مسلسل عائلة الحاج متولي. في المسلسل ده نور الشريف قدم لينا شخصية متولي، الراجل الفقير اللي بيشتغل عند الحاج سلامة، ومع مرور الحلقات بيغتني متولي وبيكون هو صاحب تجارة القماش. شخصية متولي ورحلة الصعود متشابهة مع شخصية عبد الغفور البرعي اللي قدمها نور الشريف قبل كده في لن أعيش في جلباب أبي. يمكن العامل المشترك اللي بيجمع ما بين الاتنين هو الفقر، لكن عبد الغفور البرعي قدر يكون ثروته بنفسه بعرقه وكفاحه، على عكس متولي اللي كون ثروته من الجوازات اللي بيتجوزها. صفة الديمقراطية ميزت شخصية عبد الغفور البرعي. عبد الغفور ساب ابنه عبد الوهاب يكمل تعليمه، حتى لما عبد الوهاب طلب منه انه يتعلم بره فرح جدا ان ابنه عايز يدرس بره، وكمان معرضش جوازه من روزالين، وترك له كل الحرية في اختيار مراته. على عكس عبد الغفور، متولي كان شخص ديكتاتور. لما ابنه نجح في الثانوية العامة طلب منه ما يكملش تعليمه ويجي يشتغل معاه في تجارته، وده اللي حصل بينه لما متولي قال له يا ابني في مليون مهندس ودكتور يتمنوا يبقوا زي الحاج متولي. الكاتب في الحوار ده قدر يبين لينا مدى سطحية تفكير متولي بس ما اكتفاش بكده عشان يعقد ابنه. في الكلية، يعني زي ما شفتني النهاردة هتشوفني كل يوم ما عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية. ده كمان كان عايز يتجوز سميرة البنت اللي بيحبها سعيد، عشان بكده يدمر حياة ابنه العاطفية ويخليه يتجوز البنت اللي هو اختارها له، وطبعا ده كله عشان المصلحة المالية بتاعت متولي. شخصية سعيد اللي قدمها لينا مصطفى شعبان كانت شخصية ضعيفة وما كانش عنده أي نوع من أنواع التمرد على والده، وده اللي ظهر لينا لما رضي بالأمر الواقع واتجوز بطة بنت نعمت. وكأن المؤلف بيقول لنا هنا إن الحب الأول مش دايما بيكون هو الحب الحقيقي، وده نفسه اللي وصله لينا إحسان عبد القدوس في فيلم الوسادة الخالية. صلاح وسميحة اللي كانوا بيحبوا بعض، لكن فجأة القدر بيفرقهم عن بعض وبتتجوز سميحة من الدكتور، عشان بعد كده يبدأ صلاح ينتقم منها لما يتجوز درية البنت اللي ما تقلش جمال عنها وكمان من عيلة أكبر من عيلتها، وده كان انتقام ناعم. وفي النهاية بيكتشف صلاح انه بيحب درية، وبينتهي الفيلم عليه هو بيشوف درية على المخدة. لكن بطلنا سعيد كان حظه أسوأ من صلاح. سعيد ما اتجوزش واحدة متوافقة معاه زي سميرة، ونتيجة استسلامه لأبوه إنه مش عايز يخرج من الجلباب بتاعه اتجوز بنت نعمة الله وكمل حياته معاها. شخصية الراجل المزواج اتقدمت كتير في الدراما المصرية في مسلسلات زي الزوجة الرابعة وجعفر العمدة، لكن كان أحسنهم طبعا الحاج متولي اللي قدر يقدم لنا شخصية الراجل اللي بيحب الجواز وكمان يكرهك فيه. لو بصينا على شخصية متولي هنلاقيه إنه شخص انتهازي ومش مكافح خالص، وهو من الأول كان عايز يتجوز زبيدة مرات الحاج سلامة، وده اللي ظهر لينا في مشهد صباح الخدامة وهي بتقوله إنها بتحبه وعايزة تتجوزه، لكن هنا متولي بيقول لها إن هما الاتنين أفقر من بعض، وبينصحها إنها تتجوز واحد غني وإن هو كمان محتاج واحدة غنية. وهنا بنعرف ان الاستاذ متولي كان هدفه من الاول هو الفلوس، وده بالفعل اللي ظهر لينا في اول مشهد في المسلسل. في المشهد ده شفنا متولي وهو بيحلم انه متجوز ومراته بتصحيه، لكنه فجأة بيصحى من النوم وبيلاقي نفسه في الأوضة الكحيانة بتاعته. وعشان متولي يحقق هدفه في الوصول للثروة قرر انه يوقع بين زبيدة وسلامة لما عرفها ان الحاج سلامة ناوي يتجوز عليها. وبعد ما سلامة بيموت بيخلى الملعب لمتولي وبعدها بيتقرب من زبيدة وبيرسم عليها وبيقول لها كلام حلو، وكعادة أي ست هبلة بيعجبها الكلام ده زبيدة بدأت تنجذب لمتولي وقررت تتجوزه. وهنا بتتفتح طاقة القدر لمتولي وبيكون هو الكل في الكل، وساعتها بيكون هو الحاج متولي التاجر الكبير اللي معاه فلوس كتير وستات كتير هتموت عليه وتتجوزه عشان فلوسه طبعا. بعد ما زبيدة بتموت بيقرر متولي انه يتجوز أمينة عشان تربيله سعيد. بالرغم من كل المال والعز اللي وصله متولي في الفترة دي إلا إنه ما بيرضاش بكده، وهنا الطمع بيملاه وبيحركه عشان يتجوز نعمة الله وياخد المحل بتاع جوزها عشان يضمه لتجارته. بعدها متولي بيتجوز مديحة عشان تمسك له الضرايب. متولي واللي زيه كتير شايفين الزوجة مجرد خدامة أو جارية تربيله عياله، واللي ساعد متولي على كده مراتاته التلاتة اللي نقدر نقول عليهم ما عندهمش أي كرامة. وكانت الست الوحيدة اللي علمت على متولي هي سميرة اللي لما تقدم لها متولي رفضته. سميرة هي الوحيدة اللي شافت متولي صح وعرفت انه بني ادم انتهازي ومادي، وده اللي ظهر لينا وهي بتقول لامها ان صاحبتها اتجوزت الحاج متولي. فسميرة بتقول لها ان الحاج متولي ده مريض نفسي، وعشان هي رفضته هو راح اتجوز صاحبتها اللي من سنها وجميلة ومن عيلة كبيرة. وبرغم ان متولي كان عارف ان مراته الجديدة كانت طمعانة فيه الا انه برضه قرر يتجوزها.
شخصيات كتير مزواجة في الدراما المصرية زي فواز الصياد وجعفر العمدة، لكن أكتر شخصية كلنا كرهناها كانت أكيد شخصية الحاج متولي. وعشان كده الحاج متولي هياخد معانا لقب أسوأ زوج في تاريخ الدراما المصرية. وبكده بتنتهي حدوتتنا. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة، وكمان فعلوا زر الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد.